والله بُصّوا يا جدعان يعني جينا للحق وعايزين نتكلّم فعلًا كورة حقيقية، ما فيش لاعب مصري يستاهل 100.000.000 جنيه، يعني خلّينا في حق ربنا وخلّينا في العدل اللي هو المفروض ده اللي يحصل، ما فيش لاعب مصري يستاهل 100.000.000 جنيه، آخرك 15، 10 بالميت، لإن من الآخر أنت مهما عملت أنت ما بتطيرش في الجو يعني، أنت مش هولاكو، فمهما عملت قدّام الأندية المصرية أنت مش هولاكو، ما فيش حاجة اسمها 100.000.000 جنيه، معلش واحد زي زيزو. بخلاف بقى ما لناش دعوة بقى ببالونة والكلام اللي بيتقال ده، ما لناش دعوة بكل ده، ما لناش دعوة بكل ده تمامًا، يا جدعان ما فيش لاعب مصري يستاهل 100.000.000 جنيه، زيزو عايز 100.000.000 جنيه، 25 جنيه لأبوه، اللي هو برضه يعني معلش يعني 25.000.000 جنيه لأبوك ليه؟ جايبين هانز فليك يعني يفاوض الزمالك؟ ما هو الموضوع غريب، الموضوع غريب، وغير كده أنت ما بتتعاملش بأرقام، أنت ما بتتعاملش بأرقام، وأكرم توفيق اللي كان عايز فلوس برضه أكتر في الأهلي، بعد كده راح سايب الأهلي وماشي. يا جدعان انتوا ما بتعملوش حاجه، يعني واحد زي اكرم توفيق ما بيعملش حاجه في الملعب، هو جرينتا ما بيعملش حاجه، ما بيعملش حاجه، واحد ماسك فاس وعمال يضرب في الملعب، ما بيعملش حاجه، ما فيش حاجه عليها القيمه يا جدعان، ما فيش حاجه عليها القيمه. واحد زي زيزو لو ما جالوش ضربه جزاء خلاص، زيزو حل الحلو فيه يقف يعرض الكوره، ما فيش، انت غير كده ما بتعملش، غير كده انت ما بتعملش. فحوار ان انت 100 مليون انت بتصعب برضه على الناس، حوار ان انت عايز 100 مليون انت بتصعب على الناس، بتصعب على الناس امرك، لان ما فيش لاعب بياخد 100 مليون، ما فيش لاعب في الدوري المصري ياخد 100 مليون جنيه مهما عملت. والزمالك ما بياخدش يعني دوري ابطال افريقيا يعني، ولا انت بتروح الكونفدراليه بتطير، لان الكونفدراليه يعني ما فيهاش ناس واو يعني، الكونفدراليه ما فيهاش ناس اللي هي بوم، حتى ارقامها في الكونفدراليه مش اللي هي يعني، مش اللي هي بصراحه. فان انت عايز 100 مليون دي غريبه، الامر ده بجد غريب، يعني 100 مليون جنيه ليه؟ 100 مليون جنيه ليه؟ مفيش حاجه كده في الدنيا خالص، ما ينفعش 100 مليون جنيه. الارقام اللي بتتسجل وبتتعمل واسيستاتك ودنيتك، واكرم توفيق كذلك، واي لاعب عموما في الدوري المصري، 100 مليون جنيه دي مش بتاعته، 20 مليون 25 مليون مش بتاعته. يعني في لعبه تستاهل، بس بتلاقيها ساكته يا عم، ما بيطلبوش الواو والارقام الخزعبليه اللي الناس بتطلبها دي. الفكره كلها فكره ان يعني الرضيان بالقليل، المهم ان انت تتشاف في الملعب. اللاعب لما بيخش في دايره انا عايز فلوس زياده ويتنفخ ويتعوج، اللاعب بيبوظ، من الاخر اخره بيشطب في المقاولين العرب، مع احترامي يعني المقاولين العرب، فهو بيشطب في نادي صغير او درجه ثانيه،